السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أفضل خلق وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير دايما وعلى خير. صباحكم معطر بذكر الله، صباح الخيرات، صباح الفل، صباح النشاط، صباح الجو الممطر الجميل ده. طبعا يا حلوين، انتوا شفتوا الجو كان عامل ازاي في أول الفيديو؟ كله مطرة كده وكله خير، وأنا بحب أجواء المطرة دي قوي. أنا بصوا من عشاقة المطر ومن عشاقة أجواء المطر كده، يعني سبحان الله أنا باحب اليوم اللي الجو بيمطّر فيه، باحس إن ما فيش بقى شغل، باحس إن ما فيش روتينات، ما باحس إن ما فيش حاجة إن أنا محتاجة إن أنا أعملها، باحس إن الوقت معايا طويل، باحس إن أنا نفسيتي مرتاحة كده بجد والله. باحب المطر أوي، باحب يومه، باحب روايح المطر. ربنا يا رب ما يحرمناش من المطر أبدًا، لإن المطر ده طبعًا خير، فربنا ما يحرمناش منه أبدًا. طبعًا بقى إيه، خلّصت بقى كده، كانت شقتي نضيفة، ما كانش محتاج حاجة غير الرُكنة بس تتروّق كده، وطبعًا كنت طلعت على صوت المطرة، وكنت منشّرة كام ملاية كده يعني ودفاية ومش عارفة إيه، طلعت لحقتهم قبل ما يغرقوا خالص من المطرة، لمّيتهم بقى وكنت حطيتهم هنا على الرُكنة، فروّقتها وإيه، وبدأت كده يومي بالقرآن. أهم حاجة القرآن كده عشان بيدّي طاقة إيجابية جدًا وحلوة أوي في الشقة، فنشغّل القرآن ونشوف بقى هنعمل إيه. وبما إن بقى إيه الجو مطرة زي ما باقول لكم، ما فيش شغل بقى ولا في روتين ولا في حاجة، يبقى ما فيش غير غدا بس. حبيت إن أنا أشارك معاكم اليوم الجميل ده، اليوم الدافي، اليوم الجميل ده. وزي ما شُفتوا أنا فرشت الشقة كلّها، حاولت إن أنا أدفّيها يعني على قد ما أقدر، لإن الجو برد أوي والسيراميك بيطلّع تلج علينا، فأنا حاولت إن أنا أفردها على قد ما أقدر يعني من السجاد. أول حاجة بقى دخلت كده على المطبخ بتاعي، طَب هاعمل إيه النهارده؟ فضلت محتارة شوية بصراحة يعني على الغدا، وطبعًا دي حيرة كل يوم وكل سِت على الغدا. خلاص بقى قررت، طلّعت كده كان عندي نُص فرخية بلدي، طلّعتها بالأجنحة بتاعتها والحاجات دي يعني، وقطّعتها إيه قطع صغيّرة زي ما أنتم شايفينها كده. حطيتها على النار، جِبت طاسة حطيتها على النار، وهاحط معاها شوية من الفلفل، رشة من الفلفل، واسيبها بقى مع نفسها تتشوّح كده. طب يا ميرو أنت هتعمل لنا غدا إيه برضك؟ طب أنا دلوقتي هاعمل بسلة، بسلة بالفراخ بتبقى تحفة أوي وطعمها جميل. و وبُصّوا يعني هو الشتا والمطر ده بيبقى عايز بقى حاجات من دي، يا عايز محشي بقى، يا عايز عدس، يا عايز بسلة، يا عايز خضار، يا عايز بقى إيه الحاجات اللي هي البقوليات دي زي مثلًا اللوبيا، الفاصوليا، الحاجات اللي تدفّي دي، مش عايز أي أكل نواشف خالص. فزي ما قُلت لكم بقى إيه، قررت إن أنا أعمل بسلة. البسلة أنا ولادي من عشاق البسلة بيحبوها أوي. فقررت بقى إن أنا أعملها، قُلت إيه مش هاعملها قُرداحي كده. قُلت أمّا أطلّع عليها نُص الفرخة زي ما قُلت لكم و وأحطها في قلبها وخلاص، وهيعدّي اليوم ويعدّي غدانا النهارده. أنا كل شوية بقى حاططها في الطاسة كده وكل شوية باقلّبها عشان ما تاخدش لون زيادة، أنا عايزاها بس إيه تاخد لون أصفر معايا كده وخلاص. جِبت الحلة بتاعتي على النار، هاحط معلقتين كبار من السمنة، اللي هي السمنة اللي هي الدهن ديّة اللي أنا مسيّحاها، دي دهن وأنا مسيّحاها كده وحاطاه ببراطيم عندي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حطيت بقى تفُك معايا وعلى طول هاحط بصلة. بُصّوا يا بنات أهم حاجة إن إحنا لمّا نيجي نطبخ كده نعمل كُلّه مع بعض، يعني أنا هاقف في المطبخ يبقى أنا هاروّق المطبخ وأوضّب غدايا وهاعمل كل حاجة معايا، وهابدأ في الغدا يبقى أنا هابدأ في الغدا كُلّه لغاية ما يخلص، مش هاعمل دي شوية وبعدين أرجع أعمل دي شوية. أحس إن اليوم معايا قصيّر وأحس إن اليوم مش بياخد يعني مش مكفّيني، مش ملاحقة إن أنا أخلّص شغلي فيه. ما عملتش حاجة إن هي تفيدني. لازمًا كده إن إحنا نبدأ يومنا بدري، ويومنا يعني المكان اللي نخش فيه نخلّص كل حاجة في المكان ده، بحيث إن إحنا ما نردش للمكان ده تاني. أنا زي ما قُلت لكم أنا وقفت بقى على البوتاجاز كده، كان مطبخي نضيف الحمد لله يعني من بالليل، فيعني ما احتاجش مني حاجة، على طول وضّبت الغدا. طبعًا أنا كنت فطرت قبلها، فإيه،
على السريع كده. جبت الحلة زي ما انت شفتوا وحطيت فيها السمنة بتاعتي وحطيت جبت بصلاية وسط خرطتها كده تخريط على ايدي ناعمة كده و... وبرضك عملت معايا حوالي 5 6 فصوص من التوم دقيتهم كويس وهحطهم على طول مع البصل بمجرد ما احس ان البصل خدت معايا لون هنزل على طول بالتومية بتاعتي هتاخد برضك اللون معايا وعلى طول هانزل بالطماطم ضربة طماطم عصير طماطم كده يجي كيلو من الطماطم لأن احنا هنا اللهم صل على النبي البسلة بتحب التسبيكة زيادة شوية تحب التسبيكة بتاعتها تبقى زيادة شوية وهنا أنا كنت حاطة حلة على النار حاطة فيها البسلة أهم حاجة إن احنا نسلق البسلة يا جماعة لازم البسلة تنسلق كويس لأنها بتطلع أي مرار وأي حاجة مش حلوة فيها بتطلعها في السلقان بسلقها كده حوالي 10 دقايق على النار وبعدين بصفيها كويس وبغسلها خلاص هنا بقى التسبيكة بتاعتي حطيت معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل والسبع بهارات وال والبابريكا وحطيت أي نوع بقى بهارات عندك بتفضليه حطيه مش بتقول لأ كانت هنا بقى الفراخ بتاعتي خدت اللون الأصفر الجميل ده بمجرد ما التسبيكة بتاعتي اتسبكت شوية يجي 5 دقايق كده نزلت على طول بالفراخ طبعا مش هنزل بالبسلة دلوقتي شوية كده لأن طبعا البسلة يعتبر طيبة معانا فأنا هسيبها كده حوالي 5 دقايق وبعدين أنزلها تاني أنزل بقى البسلة على التسبيكة جبت هنا ورق لوري وقطعة كده من القرفة هنا كان عندي شوربة حبيت ان انا احطها يعني ازودها بيها ان انا الشوربة بتبقى جميلة قوي لما نزود بيها بدل ما نحط مية يعني نحط شوربة هنا بقى انا هعمل رز معايا طب هعمل رز هعمل رز بشعرية بيبقى جميل قوي مع البسل هنا دي بقى السمنة بتاعتي هحط معلقتين من السمنة كريستال النوع اللي هو الكريستال ده جميل قوي هنا بقى كنت غاسلة الرز قبل ما ابدأ يعني انا غسلاه ومجهزاه جنبي الولاد يروحوا المدارس من هنا بقى والدنيا نزلت شتا من هنا بجد والله كانوا صعبانين عليا خالص وكنت ناعية همهم أقول يا ترى عملوا ايه وهيمشوا ازاي في الشتا ده الدنيا نزلت شتا فضلت أزيد من تلت ساعة شتا مستمر يعني أنا صورت لكم شوية كده حوالي دقيقتين تلاتة كانت نفس المنظر كده على طول شغالة شتا ما وقفتش خالص عن الشتا بس إحنا الحمد لله يعني قدّام بيتنا كده وقدّام الطريق عندنا بينشف على طول مش بيبان فيه مَيّة ولا بيبان فيه مطرة يعني ولا كده. أمّا البلد من جوّه بقى والأماكن دي اللي هي الأماكن الزحمة شوية العامة شوية دي، بتبقى بقى كلّها مَيّة وكلّها حاجات كده، فأنا كنت قلقانة أوي على الولاد يعني بصراحة. فربنا يحميهم طبعًا وإحنا بنبقى مستودعينهم عند ربنا، فربنا يحميهم يا رب ويحفظهم من أي شر. ولادي وولادكم وولاد المسلمين جميعًا يا رب اللهم آمين. هنا بقى سِبت الفراخ بتاعتي اتسبّكت شوية في التسبيكة ونزلت على طول بالبسلة ومعلقتين كبار من السكر. طب ليه السكر يا ميرو؟ لإن السكر بيخلّيها جميلة أوي وجرّبوها بيدّي لها طعم جميل. أنا كنت مخرّطة معايا بطاطساية عملتها كده مكعبات صغيّرة، وبمجرّد ما أحس إن البسلة استوت والفراخ باقوم نازلة على طول آخر غلوتين كده للبسلة، باقوم نازلة بالبطاطس. طب ليه ما نزلتش بالبطاطس من بدري؟ عشان ما تنهريش معايا، تبقى قطع زي ما هي كده. خلاص الرز الشعرية بتاعتنا خدت اللون الجميل ده، وإن إحنا نخلّيها تاخد لون زيادة عشان ما تبقاش بيضة أوي. أمّا بتبقى حمرا كده بتبقى حلوة، لمّا بنحط عليها الرز مش بتفتح أكتر من كده. حطيت معلقة من ال7 بهارات بس وفلفل أسمر والملح، بس مش باحط أكتر من كده. هاحط المَيّة بتاعتي والمَيّة هاورّي بقى دلوقتي للبنات طبعًا اللي لسه يعني بتتعلم، هاقول لكم على الطريقة دي بالضبط عشان في بنات كتير بيقولوا الرز بالشعرية ده مش بيضبط معانا. بُصّي أنتِ هنا حطيتِ المَيّة بتاعتِك، هتبدئي تشوفي بقى تختبري المَيّة زيادة أو شوية أو كتير أو إيه.
بتقومي جايبة المعلقة بتاعتِك كده، بتجيبي المعلقة وتحطيها زي ما أنتِ شايفة كده، تحطيها على الرز، إن لقيتِ المعلقة قلب المعلقة كلّه كده من قدّام متغطي بالمَيّة يبقى هي كده مضبوطة، ونخلّيها بس لحد فوق شوية كده من المَيّة، ويبقى كده مَيّة الرز معاكِ مضبوطة، ما تبقاش أقل من كده عشان ما يطلعش لسه ما استويش معاكِ. خلاص بقى حسيت إن الفراخ استوت معايا والبسلة، نزلت على طول بالبطاطس، وهاسيبها بقى حوالي ربع ساعة كده مع نفسها على نار هادية. أنا باهدّي النار على أي أكل باعمله، بيخلّي ريحة نَفَس الأكل بيبقى جميل أوي، أي نوع أكل باعمله، و وبيخلّيه يستوي معايا بسرعة، يعني أنا لاحظت الحاجة دي بدل مرّة كذا مرّة، أمّا باعلّي النار باحسّها مش بتستوي بسرعة، وباحسّها إن هي بتبقى عايزة مَيّة كتير، إن إحنا نحط لها مَيّة كتير عشان تستوي. خلاص الرز بتاعي استوى، خلاص لمّا بيستوي بقى الرز بشعرية، بابدأ إن أنا أجيب الفلفل الأسمر وأرُش عليها من فوق كده شوية من الفلفل الأسمر، وأسيبها بقى مع نفسها ما أجيش يمّه تاني، ما باقلّبهوش ولا باجي يمّه تاني. خلاص بقى كده قُلت أمّا آخد استراحة شوية، لإن خلاص بقى خلّصت بقى إيه الغدا بتاعنا، قُلت أمّا أطلع أشوف الجو، لقيت الجو زي ما أنتم شايفينه بالجمال ده. سبحان من مغيّر الأحوال، من شتا والسما ما كانتش رايقة خالص، وكانت كلّها مطرة و ومطرة، مطرة بقى وإيه زي ما أنتم شُفتوا، ودلوقتي الشمس طالعة والسما صافية خالص وجميلة ما شاء الله، والجو بُصّوا تحفة. سبحان الله، سبحان من غيّر الأحوال. شايفين بقى الطريق قدّام البيت ما فيش غير شوية المَيّة الصغيّرين دُولة من كتر المطرة اللي نزلت، يعني شُفتوا المطرة كانت قد إيه، ما فيش غير شوية المَيّة الصغيّرين دُولة بس اللي قدّام البيت، يعني الحمد لله قدّام البيت نضيف خالص، ما فيش أي حاجة، ما فيش مَيّة، ما فيش شتا بقى ولا فيه الحاجات دي، ربنا يديمه علينا نعمة يا رب. هنا بقى كان جِه ميعاد توضيب الغدا، حبّيت أورّيكم المطبخ نضيف وخلّصته بقى ونضيف كده ورايق. وكنت قاعدة، قُلت بقى أمّا أعمل لهم إيه، شفشق من العصير الجوافة، طبعًا هو ده مش أجواء عصير خالص، المفروض حاجات دافية، بس أنا قُلت مش مشكلة بقى أعمل لهم إيه، شفشق عصير كده وأخلّيه برّه يعني ما يبقاش ساقع، مش هاحطه في التلاجة. وبرضك طول اليوم عمّالة باعمل في ينسون وشَمَر، زي ما كنت قايلة لكم الفيديو اللي فات، اليانسون والشَمَر حاجة جميلة أوي، بيدفّي الجسم كده، ومن ناحية بيخسِّس لأصحاب الرجيم يعني اللي عاملين ريجيم وكده. خلاص ده غدانا بقى، البسلة جميلة أوي بالفراخ، ودي قطع البطاطس زي ما قُلت لكم لسه زي ما هي ما انهارتش معايا، لإن أنا إيه، ما حطيتهاش في أول السِوَى. وده الرز بشعرية بتاعنا والليمون الجميل ده، وده كان غدانا النهارده في الجو الجميل ده. وختمت بقى بالفشار اللي محمد عمله لنا، تسلم إيدك يا محمد، بس حرقه، قُلت له: "يالّا مش مشكلة فداك أي حاجة." دي السهرة بتاعتنا النهارده بقى الفشار الجميل ده، وكان كده روتيني خلص ويومي خلص، يا رب تكونوا استفدتوا مني واتشجعتوا، ويكون يومي عجبكم، حطّوا لي لايك يا حلوين إن ما كنتوش حطيتوا اللايك، واللي بيشوف قناتي لأول مرة يشترك فيها حبايبي باحبكم في الله، مع السلامة.